اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم الكبده العصافيري بالرده. حاجه كده مختلفه، اختراع، بس لازم تجربوه، هيعجبكم جدا. تعالوا يلا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو، بس متنسوش الاول تعملوا لي لايك. اول حاجه انا هبدا بالتتبيله، عباره عن معلقه كبيره من الكزبره، كمان معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الملح. معايا كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم، وليمونتين. يعني حاولوا كمان الليمون يبقى كبير، لو ليمون صغير خلوها 3 ليمونات. الكبده بتحب الليمون جدا. بعد ما هضيف الليمون بقى هنقلبهم، ودي التتبيله بتاعتي اللي انا هتبل بيها الكبده. الوصفه دي لازم تجربوها، سهله جدا وكمان مختلفه يعني عن وصفات الكبده اللي احنا بنعملها. اول مره الكبده العصافيري نعملها بالرده، متاكده ان هي تعجبكم. بعد كده معايا بقى الطبقه التانية اللي انا هغلف بيها الكبده، عباره عن نص كوبايه من الدقيق، كمان كوبايه ونص من الرده، ومعلقه كبيره من النشا. هقلبهم بقى مع بعض كده كويس، وهخليهم على جنب. المقدار الكبدة اللي معايا النهاردة نص كيلو، متقطعة زي ما انتوا شايفينها كده، عارفين زي تقطيعات الشاورما او تقطيعات الكبدة الاسكندراني العادية. انا جايباها جاهزة، جايباها كبدة متقطعة جاهزة. لكن لو عندكم انتوا الشرايح هتقطعوها هي مجمدة، يعني احسن حاجة تقطعوا فيها الكبدة وهي مجمدة. تقطعوها كده زي ما بتقطعوا الشاورما، تقطيعة كده طولية. بس هضيف عليها التتبيلة، ويفضل طبعا ان انتوا تسيبوها شوية تتبل كده، يعني مش اكتر من ربع ساعة، وهنشتغل بيها بعد كده على طول. بعد ما سبتها ترتاح ربع ساعة كده، هنبدأ بقى ننزلها في الدقيق والردة اللي احنا عملناها، وهنغلفهم كويس جدا بالطريقة دي. انا عملت الكمية كلها مرة واحدة في الردة، علشان ايه تتغلف كلها مرة واحدة كده. كمية الدقيق والردة اللي احنا حطيناها مظبوطة بالظبط على قد كمية النص كيلو الكبدة. معايا الزيت بقى على النار، طبعا بعد ما سخن هننزل عليه بالكبدة. حاولوا كده على قد ما تقدروا ان انتوا تفضوها شوية من الردة. لو مش هتعرفوا ممكن تعملوها بمصفى او بمنخل. والكبدة خلي بالكم من الحاجات اللي مش بتقعد على النار كتير، ودي كمان متقطعة صغير فمش هتاخد وقت خالص على النار. ولو سبتوها كتير على النار من الكبدة من الحاجات اللي بتنشف، فخلي بالكم من النقطة دي جدا، وما تسيبوهاش كتير على النار. طلعت بقى الكبدة كده بعد ما صفيتها كويس على جرجير، طبق كده فيه جرجير. معايا كمان بصلاية قطعتها جوانح وحطيت معاها سماق، تديها طعم حلو قوي، كمان بتليق مع الكبدة جدا. وكمان قطعت طماطميتين كده، بتبقى حلوة جدا مع سندوتشات الكبدة. وطبعا مش هننسى الطحينة، عملت كمان طبق طحينة. الوصفة في منتهى الجمال، شايفين شكلها؟ متأكدة ان انا فتحت نفسكم عليها. جربوها بقى وصفة غدا او عشاء، حاجة كده في منتهى اللذاذة. وزي ما شفتوا كده مخدتش وقت معانا خالص. متتاكلش بقى غير بالطريقة دي. نعمل الساندوتش بالطريقة دي كده، نحط الكبدة والبصل والطماطم والطحينة، وكمان الجرجير، ما تنسوش الجرجير، وهيبقى احلى ساندوتش كبدة هتاكلوه في حياتكم. لو عملتوه مرة هتجربوه على طول. ممكن كمان تعملوا جنبها شوية بطاطس، وهتبقى أكلة في منتهى الجمال. تكملة الوصفات اللي قلتلكم عليها، وصفات سهلة وسريعة وما توقفناش كتير في المطبخ. فاستنوا بقى وصفات تانية كتير ان شاء الله هعملها معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى اللايك، واشوفكم على خير.